معلش يا اختي 500 جنيه سلف. 500 جنيه منين يا اختي؟ انت ما عندكيش نظر؟ مش شايفه الدنيا عامله ازاي؟ ده احنا عايزين اللي يدينا 100 جنيه. عايزه اجيب بيض وعايزه اجيب طماطم وعايزه اجيب بطاطس وعايزه اجيب حاجات كتير مش عارفه كمان. ده كيلو الطماطم يا اختي بقى ب 25 جنيه. ده البصل بقى اغلى منه. يا لهوي يالي، كل حاجه بقت غاليه. اللحم احنا اللي بقينا رخاص. حتى البيض غلي. قولي لي البيض غلي ازاي؟ طب ماشي غلي وقلنا ماشي، لكن البيضه تبقى قد الكتكوت كده صغنطوطه كده مش باينه خالص. يعني حتى الفرخه صغرت البيضايه ازاي يعني هي غاليه وصغيره، الفرخه صغرتها ازاي؟ حتى الفرخه غضبانه علينا. حتى الفرخه يا اختي بتتنك علينا، شايفه نفسها. هنعمل ايه؟ الا ما عندنا عيل بيبيض حتى. الا العيل لو بيبيض العيال لو كل واحد بيبيض بيضه كان زمانها دلوقتي عندنا. ما تيجي نبيعهم ونعمل بيهم اي مشروع العيال اللي مالهاش لازمه. ده البصل يا اختي بقى بسعر الموز. يعني نطبخ بالموز؟ ده اغلى من المانجا. نعمل ايه؟ حتى البصل كمان خليتولنا. طب خلوا حاجه رخيصه طيب عشان نعرف نعمل الاكل وناكل العيال. العيال قاعده بتعيط من الجوع. حرام عليكم، فقرتونا حرام عليكم. هنعمل ايه يا اختي؟ بيخسسونا قلبهم علينا عشان نبقى رشيقين كده وحلوين. هو الحل في رجول الفراخ، مفيش حل غير. الواد بولا ابني بيموت في الفراخ. والنبي الله ده شاطر. ده كده بيوفر. ده رجلي الفراخ هيوفر. ده الرجول غاليه. هنعمل ايه الموجود؟ احنا لاقيين بقى. ده انت تعملي لهم شوربه بالرجول، تجيبي الحله وتسلقي لهم الرجول وحد شايف حاجه، واعملي لهم بقى ملوخيه وهيسي بقى، اعملي ليله بالشوربه. احنا لاقيين. حلوه والنبي احنا لاقيين. كنا بنتبطر عليها الاول. ما عادش حد يلاقي. ده رجل الفرخه بقى لها سعر. الا رجلك مالها سعر دلوقتي. احنا مالناش سعر يا اخي. احنا ما فيش. انت احنا لو بعناكي مش هتجيبي 5 جنيه. والنبي